مساء الفل. أنا بس أسامة، ودي تاني حلقة من بودكاست الرحلة. في الحلقة دي هنتكلم بشكل مختصر عن إيه فكرة البودكاست والمواضيع أو المجالات اللي هنتكلم عنها، وفكرة عن الضيوف اللي هيكونوا معانا هنا. طبعا في الأول خالص، أنا ليه ابتديت البودكاست أو إيه الفكرة إن أنا أختار البودكاست يكون هو الطريقة اللي أنا أوصل بيها رسالتي أو رسالة أي حد يكون معانا هنا. أنا مقتنع إن كل واحد عنده رحلته الخاصة، عنده معاناته الخاصة، عنده ظروفه الخاصة. عشان كده اخترت البودكاست، لأنه هنا هيكون معانا قصص كتيرة، هيكون معانا ناس مرت بظروف مختلفة جدا. فده أحسن بكتير من إن أنا أعمل كونتنت ليا لوحدي. حتى لو أتكلم عن زي ما قلت رحلتي اللي فاتت أو حتى رحلتي اللي جاية، أنا عايز أتكلم عن رحلات أكتر، عن رسائل أكتر لناس أكتر. فده بيديك أو يديك الثقة إنه مهما كانت ظروفك، مهما كانت حياتك، مهما كانت قصتك، دايما في أمل إنك تنجح في أي مجال أنت عايزه، إذا كان بيزنس أو إذا كان حياتك أو إذا كان علاقاتك أو إذا كان حتى مجالات العمل. وعشان كده الفكرة من البودكاست إن احنا نتكلم عن حاجات اللي احنا بنمر بيها كشباب في حياتنا، وإيه حقيقي وإيه مش حقيقي في عالم كل الناس ناجحة على السوشيال ميديا. بس مين بجد ناجح؟ شكلهم ايه؟ بيفكروا ازاي في مستقبلهم، في اهدافهم، ازاي بيخططوا لاهدافهم عشان يوصلوا لها. ده هيكون المحور الرئيسي في البودكاست. هي الناس اللي بجد ناجحة، مش الناس اللي احنا بنشوفها ناجحين على السوشيال ميديا، اللي احنا الناس اللي بيقولوا لنا تعالوا اعملوا زينا او اعملوا ده صح وده غلط، وانت حتى ما تعرفش الناس دي عارف الصح والغلط منين عشان حتى يقولوا لك ايه الصح والغلط. وانا مش بتكلم عن ناس في زمن غير زماننا او عملوا ثروه او نجاح في زمن غير زماننا، انا بتكلم عن ناس عايشه حياتنا دلوقتي، ناس ناجحه في المجالات اللي احنا بنعاني منها، او انت مش عارف تلاقي فين الصح والغلط فيها، زي دراسه والعمل، او لو انت لسه بتبتدي البيزنس بتاعك. فده اللي هنتكلم فيه هنا. وصدقوني بعد ما ابتديت ادور اشوف عن ناس او ادور عن ناس تيجي توصل رسالتها هنا وتيجي تتكلم، اتفاجئت قد ايه في ناس كتيره قوي محققين نجاحات كبيره في سن صغير جدا. وفي ناس منها انا شخصيا كنت عايش معاهم حياتي يوم بيوم، بس عمري ما شفت الجانب ده منهم. كان كل الكلام هو عن الحاجات الطبيعيه جدا، عمري ما شفت الجانب ده لاني عمري ما سالت، لانهم عمرهم ما اتكلموا، لانهم عمرهم ما لقوا المكان اللي هم يعرفوا يوصلوا رساله وعارفين الرساله دي هتوصل بالشكل الصح بالطريقه الصح للناس الصح. هم عمرهم ما لقوا المكان ده. عشان كده دي فكرة البودكاست. دي حاجة من الحاجات اللي أنا عايز أوصلها هنا، إنه مهما كان سنك، مهما كان أي حاجة، مش لازم تستنى سن معين أو تستنى ظروف معينة تتصلح أو تستنى إن الدراسة أو الجامعة تخلص عشان تبتدي في حاجة أنت نفسك تبتدي فيها. ابتدي في الحاجة. كل اللي أنت محتاج تعمله إنك فعلا تحلم، تخطط وتبتدي فيها. دي كل الفكرة. وعشان كده أنا مش بتكلم عن اللي أنا بس عملته، أنا عايز أوصل الفكرة دي من كذا رسالة فعلا من كذا شخص، فيبقى انت فاهم ايه بجد الحقيقي وما تبقاش متأثر باللي بيحصل حواليك، اللي هو تقريبا 90% منه كده. انت فعلا تكون شايف وعارف شكل وعارف طريقة تفكير الناس اللي فعلا ناجحة في مجالات انت عايش وسطيها. وعشان كده احنا هنناقش هنا حاجات متعلقة بحياتنا، متعلقة بالدراسة، متعلقة بازاي نرتب او نخطط لحياتنا عشان تمشي في المكان اللي احنا عايزينها تروحه، ومش بس ان مجرد نعيش حياتنا، لا احنا نتحكم فيها اكتر. وحاجات متعلقة بالبيزنس، من خلال خبرتي الصغيرة جدا ومن خلال خبرة ناس كتيرة موجودة معانا. دي فكرة بسيطة جدا عن الحاجات اللي كنا بنتكلم عنها هنا. وزي ما قلت قبل كده، الرحلة دي مش بتاعتي لوحدي، دي بتاعتي وبتاعت أي حد بيسمعنا أو بيشوفنا ونفسه يغير من حياته، يغير من طريقة تخطيطه لمستقبله. والكلام ده على شخص بيسمعنا من الحلقة الأولى أو حتى الحلقة 100. كل واحد عنده رحلته، كل واحد عنده الوقت بتاع الرحلة بتاعته بيبتدي إمتى، والظروف والنهاية. عشان كده مهما كان ظروفك، مهما كان أنت بتسمعنا من أنهي حلقة معانا، من أول الرحلة حلقة واحد أو حتى من بعد 100 حلقة أو حتى بعد 1000 حلقة، كده كده قصتك هي قصتك ورحلتك هي رحلتك. مالكش دعوة بأي حاجة على السوشيال ميديا، مالكش دعوة بأي حاجة حواليك.
كل اللي انت او انتي محتاج تعمله انك تبتدي في رحلتك، وتسمح لي او تسمح لاي حد من الضيوف هنا اننا نساعدك ان انت توصل لهدفك صح، وانك تعرف تخطط وتكون عارف ان كل يوم انت ماشي ناحية حاجة معينة، مش مجرد بتقضي اليوم بيومه، تكون عارف ان انت رايح فين وجاي منين. عامة الحلقة الجاية هتكون اخر حلقة من حلقات الانترودكشن او الحلقات اللي انا بقدم فيها نفسي او البودكاست، ومن الحلقة اللي بعديها هيكون معانا اول ضيف. وعشان كده الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن مستقبل البودكاست، وعن ازاي انا مخطط ان انا اوصل للمستقبل دوت، وازاي اي حد بيسمعني ممكن يساعدني ان انا اوصل البودكاست انه يكون رقم 1 في مصر والشرق الاوسط، واحد من احسن البودكاست في العالم. انا مصدق في ده، انا عارف ان انا اوصله لده. كل اللي انا محتاجه انه انتوا تشاركوني الرحله ديت، بمجرد ان انت تكون معانا فعلا في الرحله ديت، لانه كل شخص هيسمعنا فعلا ويتاثر او يستفيد اي حاجه، ده بالنسبه لي لو انت ساعدتني انا مش محتاج اكتر من كده. مجرد ان انت تسمح لنا ان احنا نساعدك فعلا في رحلتك، او حتى نديك الثقه انك تبتدي حاجه انت او انت خايفين تبتدوها من سنين، بس نفسكم ومش عارفين تبتدوها منين، او مش عارفين تمشوها ازاي. انت بس محتاج تسمح لنا ان احنا نساعدك. وزي ما قلت قبل كده، لو انت عايز تكون معانا في الرحله ديت، كل اللي انت محتاج تعمله انك تعمل فولو او سبسكرايب على حسب انت بتشوفني او تسمعني منين. فعشان كده انا بطلب من اي حد بيسمع انك تكتب كومنت، مش عشان تقول ان البودكاست جامد، بالعكس انا عايزك تقول ان البودكاست وحش في الحته دي، وحش طريقه تصوير او طريقه التقديم، او الصوت وحش، كواليتي الصوت وحشه، او الاضاءه وحشه، او اي حاجه وحشه. لانه انا عارف ان هو مش جامد دلوقتي، بس عشان يوصل ان هو يبقى جامد او يبقى عظيم، انا محتاج افكار مختلفه، محتاج اراء مختلفه. مش محتاج حد يقول ان هو قد ايه جامد، محتاج ان هو حد يقول قد ايه وحش في الحته ديت، عشان اعرف احسنه فيكون فعلا بيقدم الرساله، وفعلا يكون يستحق. اي حد يكون بيقدم هنا يكون البودكاست يستحق الشخص ده، ويستحق ان هو يوصل رسالته بالطريقه الصح للناس الصح. وعشان ما اطولش عليكم، شكرا على الوقت اللي اديتهولي في الحلقه الصغيره ديت، وشكرا الحلقه الجايه. مع السلامه.